كلامكم نور. من أروع كلمات بطلة كربلاء الحوراء زينب عليه السلام، قالت: ما رأيت إلا جميلة. يعني تقعد يم جسد أخيها الحسين عليه السلام مفصول الرأس مقطع الأعضاء، وتقول: ما رأيت إلا جميلة. هواي أكو ناس ودائما تتكرر هاي الأسئلة، إذا كان من صفات الله سبحانه وتعالى العدل، وهي أصل من أصول الدين، وكل الناس بالكرة الأرضية يعني بالإطلاق يقولون من صفات الله سبحانه وتعالى العدل، فإذا كان الله سبحانه وتعالى عادلا فلماذا هذا الظلم؟ أمراض، كوارث طبيعية، سيول، زلازل، متاعب اجتماعية إلى آخره. الله سبحانه وتعالى إحنا كمسلمين، مو فقط إحنا، خطاب القرآن لكل العالم، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني لا بد من الفتنة، لا بد من الابتلاء، لا بد من الاختبار. ولقد فتنا الذين من قبلهم، اللي قبلنا، المخلوقات اللي قبلنا، زين هم مروا بالشيء اللي احنا مرينا بيه، يعني هم كانت أمراض وسيول وزلازل وكذا، حكام ظالمين. يعني بعض الناس يتصور أنه التدين والإيمان أنه يعيش برفاهية وبراحة، وطريق الإيمان معبد بالأزهار والأوراد. هذا مو صحيح. أغلب أنبيائنا مروا بمتاعب ومشقات لا يستطيع تحملها الإنسان. إذا لا بد للإنسان المؤمن أن تمسه البأساء والضراء. الله سبحانه وتعالى يقول عن أصحاب النبي: وزلزلوا. شلون كلام هذا؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. متعبنا، هلكنا، ألا أن نصر الله قريب. الحكمة، حكمة الله أنا وأنت قاصرين المعرفة عنه، ما نعرف شنو الحكمة. ربما الحكمة حتى يبين ضعف الإنسان وعجزه ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. راجع قصة موسى والخضر. موسى نبي كليم الله، والخضر ليس بنبي ولكن عبد من عبادنا آتيناه علما. من اجى وراد يتعلم من عند العلم اللدني، قال له الخضر عليه السلام، قال له: أنت ما تقدر، لن تستطيع معي صبرا. قال له: لا، أنا راح أريد أتعلم من عندك. فمشوا، قصة طويلة معروفة. خرق السفينة، قتل الغلام، خرق الجدار، وقعه. فموسى ما تحمل. زين هاي السفينة الناس فقراء، شلون أنا تجي وتعبث بيها؟ زين هذا غلام ليش تحطه وتكتله؟ هذا جدار ناس فقراء مساكين تجي توقعه. ما تحمل موسى هاي الأفعال وهذه الأفكار. فإحنا الناس البسطاء الضعفاء ما نعرف شنو الحكمة الإلهية. ربما نفس هذه الابتلاءات تجر الإنسان إلى البحث عن أنه التنقيب عن أسرار الطبيعة، اكتشاف أدوية، علاجات، كذا. فما دام الله سبحانه وتعالى عادل
حكيم أرحم الراحمين، فعلينا أن نسلم أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى. ورضينا أم لم نرضى، فالبلاء هو واقع، وربما يكون ابتلاء بسبب ذنوبنا، بسبب تقصيرنا بالصلاة، تقصيرنا أنه ما نفكر بغيرنا من ناحية الحقوق، من ناحية الواجبات، ربما إهمال، ربما غفلة. أكثر الناس الآن شوفها بالتواصل، أنه بالتواصل الاجتماعي تسيء إلى قضية الشعائر الحسينية. زين، أكو يسمعون غناء، أكو يثيرون الشبهات حول قضية الحسين عليه السلام، أكو أنه ما يأكلون اللحم المذكى، يأكل ما يفكر بغيره، يلبس ما يفكر بغيره. فهاي كلها سببها الذنوب والفتنة إذا جاءت تأكل الأخضر واليابس. نسألكم الدعاء، وفقكم الله.